من الرسائل الربانية اللي ربنا بيبعتها لنا بس احنا للأسف مش بنديها اهتمام ولا بنقدر النعم دي، ان معظمنا بيتباهى باللي معاه قدام الغير، وخصوصا اللي مش معاه. بمعنى أدق، ان مثلا حد غني يتباهى قصاد فقير بماله ولبسه ومظهره، ويفضل يعيب فيه ويقلل من وضعه، مع ان الفقير مش بإيده ان هو يتولد في البيئة اللي هو فيها ويعيش فقير. ومعنى تاني، ان حد يكون عنده ولاد ويفضل يتباهى بولاده قصاد حد ما عندوش عيال وبيحلم يكون عنده ابن. ومعنى تالت، ان حد يكون ربنا مديله قوة فيبدأ يتجبر على الضعيف ويحسسه ان هو اضعف واحد في الدنيا. ومعنى رابع، ان واحدة تكون حامل وتفضل تتباهى قدام اللي نفسها تخلف وتعمل قصادها حركات، واللي هو انا حامل وانتي لأ، زي ما يكون هي اللي بايديها ان هي تحمل. فوعاك يا ابن ادم تتباهى بنعمة في ايدك وغيرك بيحلم بيها، لان اللي مديلك النعم دي قادر ياخدها في لمح البصر. خليك متواضع وابتسم وقول يا رب.